السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل النهارده حلاوه مولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه طيبه وبخير وصحه وسعاده وسلامه دايما يا رب. وهنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص، والنتيجه ان شاء الله احسن من الجاهزه اللي بنشتريها من بره وانضف، هشه وخفيفه وفي نفس الوقت مقرمشه وبتدوب وبتتكسر معانا بكل سهوله. واول خطوه بنعملها بنجهز الادوات بتاعتنا اللي هنستخدمها، بندهنها كلها بالزيت قبل اي حاجه. هنحضر صينية وفيها كيس مدهون بالزيت كويس جدا، وبندهن النشابة اللي بنستخدمها او السكينة او المقطع بندهنهم كويس بالزيت قبل اي حاجة. واول حاجة هنعملها هنا السمسمية. عندي نص كيلو سمسم ابيض، انا اشتريته ني، ممكن تجيبيه محمص لو حابة، مفيش مشكلة. في طاسة على نار هادية مع التقليب المستمر هنحمصه، وممكن تحمصيه في الفرن، بتحطيه في صينية تحت الشواية وتخلي بالك منه. ولو متحمص جاهز لازم تسخنيه عشان تطلعي الرطوبة اللي فيه. الخطوة التانية هنحضر العسل او الكراميل في طاسة او حلة على النار متوسطة. هنزل بالسكر، عندي هنا كوباية سكر بمج الشاي العادي، ما يعادل 200 جرام، وهنضيف عليهم تلت كوباية مية ما يعادل 80 ملي. هنلف المية حوالين السكر زي ما انتوا شايفين كده، مش عايزين سكر على اطراف الطاسة ومش عايزين يلمس الجوانب، فبنقلبش الخليط ده خالص. واول ما يبدأ في الغليان والسكر يدوب هنزل بكوباية عسل جلوكوز ما يعادل 200 جرام. انا بعطيك المقادير بالميزان، افضل لو عندك ميزان عشان تظبط معاكي. وبنقلبهم، ولو عسل الجلوكوز كان ماسك معاكي بتفكيه على حمام ميه. بنضيف ليهم رشة فانيليا وعصرة نص ليمونة. عسل الجلوكوز هنا فايدته بيساعد الحلاوة اللي لونها يطلع ابيض، وبيخليها مش مسكرة، وفي نفس الوقت بيعطيها لمعة وقوام. بنقلبهم تقليب مستمر. بنحضر كوباية مية مثلجة عشان نختبر العسل بتاعنا، بنحط النقطتين، لو بتمط يبقى لسه نسيبها شوية، يبقى كده لسه مستواش. ونرجع بعد دقيقتين كده نختبرها تاني، لو لقيناها عملت عرق وبتتكسر معانا تبقى كده استوت معانا ووصلت للدرجة المظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده، احنا لون العسل بتاعنا بيبقى لونه فاتح، ما يوصلش ما نسيبوش اكتر من كده عشان ما يتحرقش مننا او ياخد لون اصفر غامق، يبقى كده في مشكلة ويمرر منك. بعد كده بنضيف ليه في الوقت ده ربع معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وفايدتها هنا بتخلي الحلويات هشة وخفيفة. بنقلبها كويس لحد ما تندمج مع الخليط بتاعنا، وبعد كده هنزل بالسمسم واطفي النار. ولازم السمسم بيكون في الوقت ده متحمص وسخن جدا من الفرن او من على النار. بنقلبه كويس بسرعة جدا عشان هتمسك مننا وتقفش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله. وبعد ما نزلنا بالسمسم السخن على خليط العسل وقلبناهم كويس جدا وبسرعة، هنزل بيها على الكيس المدهون بالزيت وهنفردها بايدينا بسرعة جدا، ولازم يكون بسرعة لان اهم حاجة في المرحلة دي هي السرعة قبل ما تمسك منك. بنحط على الوش كيس مدهون زيت وبنفردها كويس، وبعد كده بنفردها بالنشابة عشان نساوي الوش بتاعها. السمك ده بيكون حسب ما تحبي، والتقطيع نفس الحكاية. احنا بنقطعه وهي سخنة قبل ما تمسك مننا، وبنسيبها تبرد وتنشف تقريبا كده ربع ساعة، وبعد كده بنشيلها. بنقطعها بالطول زي كده، وبعدين بنقطعها بالعرض. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انت بتقطعها التقطيع اللي تحبيها وبالشكل اللي انت عايزاه، ممكن تحطيها في قوالب مدورة وهي سخنة، بتضغطي عليها تاخد نفس الشكل دائري. وبكده بنكون خلصنا السمسمية بتاعتنا. ناخد واحدة كده ونكسرها، ما شاء الله بتتكسر معانا بكل سهولة وهشة خفيفة جدا. وهنعمل تاني حاجة وهي الفولية. معانا نص كيلو فول سوداني محمص غير مملح، والافضل بنشتريه من المقلة عشان بيكون طازة ومش مركون. في طاسة على درجة حرارة هادية جدا هنضيف الفول السوداني، بنسخنه. احنا بنسخن المكسرات هنا عشان نطلع الرطوبة منها وتظهر الريحة بتاعتها. احنا هنعمل الفول السوداني بنفس طريقة السمسمية. في طاسة على النار هضيف 200 جرام سكر، ما يعادل كوباية، وعليهم 80 ملي مية، تلت كوباية، وعليهم رشة فانيليا ونص عصرة ليمونة. احنا ما بنقلبش الخليط ده خالص، بنسيبه لحد ما يوصل لدرجة الغليان. واول ما يبدأ بالغليان اضيف عليهم 200 جرام من عسل جلوكوز ما يعادل كوباية، وابدا اقلبهم كويس جدا واختبرهم في ميه مثلجه. بنحط النقطتين، واول ما تلاقيه ناشف بيتكسر معاكي يبقى كده تمام، وصلنا للدرجه المطلوبه. مش لازم ياخد لون منك، اهم حاجه توصل للدرجه اللي احنا عايزينها. هنضيف رشه بيكربونات الصوديوم وبنقلبها بسرعه، وبعدين هنضيف الفول السوداني السخن وتقليب بسرعه، وبنطفي النار عليه. بنقلبه كويس جدا لحد ما يندمج مع الخليط العسل. وبنكون مجهزين الادوات نفس ما عملنا قبل كده، وبننزل بيها في الصينيه ونفردها بايدينا بسرعة جدا وبالنشابة نعمل السطح بتاعها، وبعدين بنقطعها ونسيبها تبرد وتنشف معانا. وبكده نكون خلصنا الفوليه بتاعتنا، بقت جاهزة معانا. نجرب واحدة كده بتتكسر معانا بكل سهولة وبتدوب، ما بتلزقش في اسنانك وحلوة جدا.
ودلوقتي هنبدأ نعمل تالت حاجة وهي الحمصية. عندي هنا كيسين حمص اشتريتهم من المقلة، بيبقى تقريبا الكيس فيهم 200 جرام، يعني دول 400 جرام. احنا هنا بنقيه، لو في اي حباية لونها غامق وناشفة بنشيلها. وهنعمله بنفس الطريقة ونفس الخطوات اللي عملناها قبل كده، زي ما عملنا مع السمسمية والفولية. بنسخنه على نار هادية ونطلع منه الرطوبة مع التقليب المستمر. احنا هنا بنسخن المكسرات بتاعتنا وننزل بيها على الخليط بتاعنا وهي سخنة، عشان لو برد هتقفش معاكي ومش هتعرفي تقلبيها. بنجهز العسل بتاعنا زي بنفس الخطوات وبنفس المقادير زي ما عملنا في الطريقتين اللي قبل كده، بس انا الفرق هنا ضفت للحمصية نقطتين ماء ورد، ودي حاجة اختياري، لو حابة تضيفيها، لو مش حابة ما تضيفيهاش. هنعمل نفس العسل او الشربات اللي عملناه في الطريقتين اللي قبل كده. تعالي بقى اقولك على طريقة حفظها. انت بتجيبي كل نوع في كيس بلاستيك او استريت شراب، وبتلفيه فيه كويس وتغلفيه، وفي علبة محكمة الغلق بتحطيها في التلاجة عشان ما تطرش معاكي. بعد ما فردنا الحمصية بتاعتنا وهي سخنة بنبدأ نقطعها كده بالطولي وبعد كده بالعرض، وبنسيبها من ربع ساعة لنص ساعة تبرد معانا، وبعد كده بنفككها. بتبقى بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده. ونبدأ نكسر واحدة ونشوفها بتتكسر معانا بكل سهولة. بسم الله ما شاء الله، خفيفة جدا وهشة. شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا، وعاملة كمية كبيرة، احلى واوفر بكتير من اللي بنشتريها من برا، وكفاية ان هي نضيفة وانت عاملاها في البيت. طعمها حلو جدا وبتتكسر معانا بكل سهولة ولونها فاتح. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية طيبة وبخير وصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.